اهلا بكل متابعي قناه مصطفى الزملكاوي. زي ما عودناكم كل يوم في بث مباشر بيبقى الساعه 9 مساء، لكن النهارده هيبقى مختلف شويه عشان خاطر ماتش الزمالك الساعه 5:30 مع المصري. هنعمل بث مباشر الساعه 4:30 او 5، وبث مباشر بعد المباراه مباشره عشان نحلل ونحفل ونظبط الدنيا كده، لان هنرجع لمكاننا الطبيعي بامر الله، هنكسب وهنفوز. النهارده هنتكلم عن التشكيله المتوقعه، فلو انت اول مره تشوف الفيديو ده او اول مره تشوف قناتي يا ريت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك من العلامه الحمراء اسفل الفيديو، ما تنساش تفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بننزله، وعشان تتابع معانا البث اللي بنفتح فيه دردشه عامه بنتكلم فيها عن كل التفاصيل. التشكيله المتوقعه يا جماعه مش الاساسيه، المتوقعه اللي لسه جروس ما اعلنش عنها، اللي انا متوقعها بمعنى اصح. ان شاء الله يبقى في حراسه المرمى العملاق جنش، قلبي دفاع محمود علاء والونش، على اليمين النقاز، على الشمال عبد الله جمعه، قدام منهم طارق حامد ومحمود زيزو بدل فرجاني لانه مش موجود النهارده. قدام منهم غالبا واللي انا متوقعه هيبقى زيزو وكهربا وحداد، ودي هتبقى مفاجاه جامده لو نزل الثلاثه دول جنب بعض. هيلعبهم في مراكز ايه انا معرفش، بس مش هتفرق. ده اللي انا متوقعه، لو نزل الثلاثه دول هيكسروا الدنيا، لان ابراهيم حسن مش في الفورمه، اوباما كان متصاب ورجع، وانا شايف ان هو يريح يوم ماتش او ماتشين مفيش مشاكل، يبقى ينزل الثلاثه دول ويبدا ماتش مهم. وخالد بوطيب غالبا هو اللي هيكون مهاجم، بالتالي هيبقى عمر السعيد هينزل في الشوط الثاني. لسه هنشوف مين اللي هيبقى احتياطي، ممكن اوباما يكون على الدكه، ممكن محمد حسن، ممكن محمد ابراهيم برضه هينزل يا جماعه، بس غالبا هيبقى في الشوط الثاني. دي كانت التشكيله المتوقعه اللي انا اتوقعتها. يا ريت انتوا كمان تسيبوا التشكيله بتاعتكم، لو موافقين على التشكيله تنساش تعمل لايك وتحط التشكيله بتاعتك في التعليق. الى اللقاء في فيديو اخر.